مهما كريستيانو حاول برضه الهلال هينكد عليه، مش الهلال لوحده عموما. هو ايه ده؟ في اللحظه اللي كريستيانو بيستعد فيها للاحتفال باول لقب دوري ليه في السعوديه بعد 3 سنين ونص من المحاولات والانتظار، وخلاص النصر هيحسم الدوري وكسبان 1-0، وانزاجي هيخسر اول ماتش ليه في الدوري السعودي، هوب علي لجامي بيلعب رمي التماس، وايا كان اللي بنتو عمله ده جت تعادل. لو عايز تعرف قد ايه الجون ده بيحسر، احب اقول لك ان ده كان هيبقى تاني ماتش بس النصر يكسب فيه الهلال من ساعه ما كريستيانو وصل السعوديه، وده من اصل 10 ماتشات في المسابقات السعوديه منهم 6 انتصارات للزعيم، وجاي بعد كل التدعيمات اللي الهلال عملها في الشتاء وكانت سبب الازمه الشهيره. تيجي اقول لك الاسوأ، الفرق دلوقتي 5 نقط، النصر فاضل له ماتش والهلال فاضل له ماتشين، يعني النصر مصيره في ايده لو قدر يكسب. طب لو النصر ما كسبش وتعادل مثلا والهلال الناحيه الثانيه كسب ماتشين وتساوي في النقط، الهلال يكسب الدوري بفرق المواجهات المباشره لانه كسب الذهاب 3-1. ده حلم من اخر 4 احلام لكريستيانو رونالدو في مسيرته ممكن يتدمر بتعادل سلبي قدام ضمك. الدون كان زمانه خلص من الهم ده النهارده وراح بتفكيره بقى لكاس العالم في الصيف، وبعده الجول الالف الموسم الجاي، وكمان بطوله اسيا اللي خلته يكلم نفسه السنه اللي فاتت. بس في النهايه لسه ماتش واحد يكسبه وياخد الدوري على طول. فيا ترى هيحقق ايه من اهدافه الاخيره قبل ما ينهي مسيرته الاسطوريه؟